عشان كده يا جماعه الزمالك انسحب ما يسمى في كاس الكرامه، عشان كده انسحب في كاس الكرامه. هو عارف اللي هيحصل له. طبعا امتص غضب الاهلي او حماس الاهلي، فقال لك نلعب في الماتش التاني، مع ان كهربا لعب بس برضه خدهم 4. ده معرفه، اقسم بربي معرفه. الاهلي العالمي علمهم الكوره النهارده بصراحه، يعني انا شايف كده. السوري بتاعهم ده ما جايب ميدو، طبعا هتبقى ما جايب هباب زيه الاعلامي اللي اسمه ده ميدو. بصراحه يعني ايه، مش عارف خطته 5-3-1 5-1. ايه يا عم، ده الاهلي يخرب عقلك. وانت عشان لعبت وسط المقاولين ونجحت معاك، اللعيبه اصلا ما كانتش عارفه تمشي، نجحت معاك خلاص هتلعبها وسط الاهلي. يعني الاهلي بص موسم الاهلي بيثبت فيه، موسم الاهلي بدون منازع خلاص، بلا اي كلام عن الاهلي الموسم ده 2023 عمل فيه كل حاجه. خدوا 3 رايح و4 جاي، هي كده 3 رايح و4 جاي. طبعا الهدف الاول ما لحقناش حتى نقول اللعيبه، الشحات بيجيب الجول الاول في الدقيقه 19 ثانيه، وبعدها يجيب الجول الثاني على طول ما قعدش. بعدها علي معلول بيشوط الكوره. طبعا الزبون مش حاضر النهارده معاهم، ما هو كله وحش يا جماعه، كله وحش عامه. الاهلي النهارده بالاخص اسمه ده الشحات وعلي معلول، الشحات وعلي معلول نجوم الماتش باستثناء. بصراحه يعني التعليق البسيط على بيرسي تاو، هو اقسم انا شايفه لعب، والله شايفه لعب، بس العنجهيه اللي عنده دي بتاع الكوره وتسرعه. يعني هو عمل كورتين حلوين في الاول، كان يقدر يخلص جونين على الاقل، بس حتى والله بص يعني الحمد لله 4-1 حلوه. رب ضرر النافعه، انا شايف انها ضرر لان المفروض تخلص 6 ونحيي 6-1، بس الحمد لله. الاهلي طبعا بيثبت للجميع ان ده موسمه بدون منازع بدون اي حاجه. والاهلي طبعا علم عليهم وما لم تصهم حماس الاهلي ولا الكلام ده كله. الاهلي ناويها اصلا، ناويها من الماتش اللي فات، بيراميدز خدتها مكانهم. يعني الحمد لله الاهلي فرمهم، هي كانت مفرمه اصلا. يعني هي اصلا كانت يعتبر الاهلي كله مفرمه. احنا بنتكلم بقى عن الحالات التحكيميه. انا شايف ان ديانج هي ضربه جزاء، والله انا شايفها من الاول خالص ضربه جزاء. حتى الاهلي راح بهجمه بعديها، قلت يا رب ما تيجي جون، هزعل لو جت جون، لان فيه هيرجع الفار، هيرجع ان في ضربه جزاء واضحه قوي. ديانج الكره يمكن طويله سنه على زيزو، طويله سنه، او الله اعلم هيلحقها او لا، ما اعرفش اقيم، بس هو شد مش ايه، مش ضربه جزاء، هي ضربه جزاء واضحه. وشاطها زيزو كالعاده. عبد المنعم بحركاته اللي دخل في المنطقه بصراحه برضه يستحق الانذار بعد الكوره. المفروض هي اصل التحكيم ما كانش فيه حاجه، باستثناء ان كام كوره كده في نص ملعب فاولات ما اتحسبوش خالص للاهلي. واحده لبيرسي تاو، واحده للشحات، واحده للقفشه، ما اتحسبوش. طبعا التحكيم ما ضرش ولا نفع الماتش. هو طبعا هو عشان ان هو محايد نفع النادي الاهلي ان هو يفوز. لا روح بروتوكول ولا روح امك، ما فيش اي حاجه من الكلام ده. خلاص بقى الاهلي يثبت ان هو بطل الدوري ل 43 مره في تاريخه 2023 بجداره واستحقاق. علم على الفريق المنافس اللي هو اصلا الثالث، مش المنافس يعني اللي بين التقليدي، الغريم التقليدي. احنا مش هنقلل من شأن الزمالك، في الزمالك فريق برضه كبير وليه قامه حلو، بس للاسف الناس اللي ماسكه النادي هو اللي مبوظين الصوره. اقسم بالله مبوظين الصوره. عادي، ما الناس كلها اصحابها الزملكاويه، يعني الناس كلها اصحابها الزملكاويه والدنيا حلوه. هل يا ترى الواحد بيروح يضرب صاحبه الزملكاوي؟ لا. اي نعم احنا بنشد مع بعضينا، نهزر، يعني نضحك، يعني بيضحكونا. ما هو برضه ما هو ربنا عمل كده، هم بيضحكونا، احنا بالنسبه لهم بنضحكهم، هي كده. انا مش بعايب، هم برضه احنا بنضحكهم بالنسبه لهم.
هم بيضحكونا واحنا بنضحكهم، هم شايفين كده واحنا برضه شايفين كده. فعمرنا ما هنمسك في بعضينا ولا اي حاجه، بس هي كل العمليه ان انا فريقي كسب، فايه بطلع فرحان وبحفل، لان اي حد برضه هو وصاحبه ايه عملنا وسوينا وي وطبعا ما فيش زعل. فما حدش يزعل مني يا جماعه ان انا بطلع احفل واتكلم، انا فرحان لان فريقي كسب عفوا. فحته برضه ان انا بقى هعلق بقى على حته ايه بقى؟ توقعات. حته التوقعات اللي انا كنت متوقعها، ورب الكون يا جماعه انا كنت متوقع 100%، مليون، يا اما الماتش يخلص بسكور الاهلي عالي، يا اما يكون ماتش بارد تماما 0-0 حتى ما فيش ولا جون. بس اللي كنت مرجع الكفه الاقوى الاهلي هيطلع بسكور جامد. حتى الناس اللي انا قلت لهم النهارده هيخشوا يعلقوا على الفيديو ده، وانا قلت لهم الماتش يخلص 4 اقل حاجه، 4 اقل حاجه، ما خلصش تعادل 0-0 وماتش بقى بارد في قمه البرود، هيبقى ماتش عالي. الاهلي بصراحه الشوط الاول كان ماسكه من اوله لاخره. الزمالك يا دوب انه عدل شويه من عكه بصراحه. الشوط الاول بصراحه كان عك على الاخر. زيزو مش عارف ازاي يلعب في الباك ده، ما اعرفش جابه لقحه ازاي هنا. حتى شيكابالا يا جماعه، حتى شيكابالا ما بانش خالص. كان شيكابالا مفروض يلعب الشوط الثاني. انا شايف كده بوجهه نظري، كان ينزل الشوط الثاني. شيكابالا بصراحه انا مش اقول ميت، لا مش هو كان ليه الشوط الثاني بصراحه، كان ينزل يعمل حاجه بتاع بصراحه يعني. لما عدل شويه مسك الشوط الثاني جابوا كوره في العارضه. بس بصراحه الشناوي الكوره بتشاط من عند بيتنا يا شناوي، الكوره بتشاط من عند بيتنا، بتعمل لها ازاي؟ الكوره دي لو جت جون موقفك ايه يا راجل؟ يا راجل انت طلعت كوره نست، هي الكوره دي اللي انت طلعتها نست الكوره الاولانيه بصراحه. الكوره اللي طلعتها بتفكري بالحضري بقى في الكوره اللي زي دي. ردة فعل الحضري مفيش حارس في افريقيا كلها كان بيجيبها. كرة او نعم سهله بس ردة فعل حلوه. انا فكرتها في العارضه بصراحه في الاول، بس هي طلعت انت صدتها وشابوا ليك، يعني حلوه قوي 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 ان انت صديت الكوره زي دي. بس الكوره يا راجل طلع الكوره دي بتغفر دي. حاجه تانية يا عبد المنعم بصراحه افورتها. كوكا يكلمك تزقه، محمد هاني يكلمك تزقه، ايه يا عم؟ ما عادش عاجبك؟ ايه يا راجل ما حدش عاجبك يا راجل؟ حرام عليك. ليه يعني بتعمل كده؟ انت ليه تشد الماتش والماتش ماشي حلو؟ خلي فيه روح رياضيه يا راجل. انت كل ماتش بتشده كده؟ انت لازم تتقرص. حتى انت برضه الفزلكه بتاعتك اللي في المنطقه دي لا بلاش منها يا راجل، بلاش. انا مش هجاملك بقى، هنفضل نجامل فيك عشان انت جبت لنا بطوله. لا يا عم، لا مش كده خالص يعني، مش كده. انت بصراحه اسلوبك جوه الملعب مش عاجبني خالص. استهتارك. انت بتلعب الزمالك يا عم، وانت بتلعب اي حد. انت فريق الزمالك برضه فريق حلو ويحترم. انت بتلعب فريق جامد، هو اللي بينافسك في مصر. فبالراحه خليك راجل، يعني الماتش ماشي حلو وروح رياضيه والى اخره، وروح الدنيا حلوه. ما تشدش الماتش عليك. انت كسبان 3-1 بيشد الماتش عليك ليه؟ وتشد صحابك ليه؟ طيب انت تشد صحابك ليه؟ انت كسبان يا وانت خسران؟ انت كسبان ليه؟ طيب انت ساعة ماتش الوداد وجبت البطوله من المغرب، انت اللي هديت اللعيبه يا جماعه. اهدوا وارسخوا والدنيا حلوه ولسه بدري معانا وقت وان شاء الله نجيب جون. هديت اللعيبه وانت خسران. وانت خسران. فين بقى وانت كسبان؟ انت قاعد بتزق كوكا وتزق محمد هاني واي حد قدامك وعلي معلول. ازاي يا عم تزعل الناس منك؟ شدت ملعب كلنا بنلعب وعارفين ان، بس مش صاحبي. الفريق الخصم ممكن اخسره، ممكن اعمل اي حاجه، بس بعد الماتش نحضن بعضينا. بس انت ان كنت عارف ان انا فازت ملعب وهتصالحهم وهتعب على راسهم، بس خلي اسلوبك راقي شويه، خلي اسلوبك احسن من كده يا عبد المنعم. انت لعيب حرام تضيع اللي انت فيه. اقسم بالله انت حرام تلعب بصراحه في مصر. انت مكانك يا ابني والله العظيم مكانك بره. والله انت الاهلي كبير، بس انت عاوز تحترف
ما تفكرش في اي نادي انجلترا، ومش اي فرق، تشيلسي بقى، ارسنال، الليفر، مانشستر سيتي، اليونايتد، دول، حتى توتنهام لا. لا انا بقول لك والله توتنهام فرق الحلوه. ما الى ذلك الفرق الثانيه الكبيره، برشلونه، الريال، باريس، حتى اليوفي لا. انا عايزك تظهر ده عشان صلاح ربنا بيحبه ظهر. مش عايزين نتكلم على حته صلاح والناس دي، بس انت انا بتكلم عليك يا عبد المنعم، بلاش اللي انت بتعمله ده، بلاش. خلي اخلاقك عاليه في الملعب مع اصحابك. ما بالك مثلا كده مع اصحابك، هتعمل ايه مع الخصم؟ هتموته يا راجل؟ مفيش الكلام ده. طبعا احنا برضه بنتكلم بقى على الروح الرياضيه في اخر الماتش، اللعيبه السلام على بعضيها والحمد لله ما حصلش خناقات، والحاجات اللي بتزعلني قوي دي، لان دايما كنا نقول يا جماعه في الديربيات الكبيره الا ما رحم ربي، يعني الدنيا بتبوظ. الا ما رحم ربي، الناس بقى تسلم على بعضيها وروح رياضيه وسلم. محمد الشناوي كابتن الفريق عمل الحركه مع زيزو، خلص كل الكلام، اكيد كله شاف بصراحه. روح رياضيه جامده عاليه جدا 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 مع احمد سيد زيزو، ان احمد مصطفى سيد زيزو ان هو اعلى بصراحه. احنا مش هننكر ان هو لعيب وحريف ومية مية وهداف الفريق، وحتى مش هنتكلم بقى بضربات الجزاء لا، بس هو هداف بمعنى كلمه هداف كويس ومية مية. لخص الدنيا، لخص كل حاجه، مش هنتكلم بقى اي حاجه يا جماعه الا عن الماتش، بصراحه، لان انا برضو فرحان ويعني ايه، ومش عايزين بقى ايه نجرح في الفريق الخصم، كفايه اللي هو فيه بصراحه. وهارد لك لفريق نادي الزمالك، والف الف مبروك لينا كلنا، ويلا والسلام عليكم.